السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم. هنايا الصباح، الفطور ديال الصباح غادي نحضر معكم واحد الفطور خفيف ظريف. هنا غادي ناخد الياغورت، هذا صنع منزلي البنات. ديجا حضرته معكم في القناة. بالنسبة اللي بغات الوصفة والطريقة والمقادير، راه غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. باش تمشيو تشوفوا الطريقة كيفاش صايبتو. تبارك الله، نتوما تيبان لكم عاقد وخات وشاد في راسو، بحال اللي كنشريو في المتاجر. هنا غادي نفرغو كامل في واحد الاناء. من بعد نتوما كتضيفوا الاضافات اللي حبيتو واللي متوفر عندكم في المنزل. بالنسبه ليا انا غادي ناخد المكسرات. هنا غادي ناخد لاكاجو، غادي نهرمشو غير بيديا باش ما يبقاش هكاك طريفات كبار. انا غادي نضيف غير واحد شويه. المهم غنبدا نضيف شويه شويه من المكسرات. كاين لاكاجو، كاين نوا دو بيكان، وكاين كاين اللوز. هنا عندي اللوز مهرمش. هذا اللوز خضر غير هرمشتو درتو في واحد القرعه وكنبقى نستعملو هكا مع الياغورت. كيجي صراحه زوين، وحتى بالنسبه للتزيين ديال لي كيك يعني عنده عده استعمالات. انا كيما كتشوفوا يعني أنا كنضيف داكشي اللي متوفر عندي، وبغيت شي حاجه اللي تعطيني الطاقه في هاد الصباح، فهذاك الشيء علاش اختاريت المكسرات. كما كتلاحظوا يعني تنهرمش غير بيديا، دغيا دغيا تيتكسروا معايا وتنضيفهم على دانون او الياغورت. هنايا هادو قريشلات او فقيقسات، سميهم كيف ما بغيتو. المهم دايرين بحال الفقيقسات، المهم تيكونوا صغار. تدير معاهم هما هادو صراحه شريتهم كيتباعوا. كاين اللي فيهم الزبيب، الفواكه الجافة، وكاين اللي فيهم شوية ديال لي نوا. المهم خديت منهم واحد شوية، هما حلوين. انا الياغورت عندي مسوس، فداكشي علاش ضفت هذاك القريشلات باش يعطيو شوية ديال الحلاوة. والعسل ما ضفتوش، خليت غير مكسرات ودانون. صراحة داك المذاق ديال دانون بلا سكر عرفتي راه تاكلو وتتحس هذاك اللي مصيب في الدار، تتحسوا بدانون المذاق ديالو. وانا غادي نمشي نفطر، ومن بعد غادي نجي باش نحضر معكم واحد الوصفه اللي خطيره البنات، زوينه بزاف، غتشكروني عليها. تغيروا شويه من الحشوات اللي معتادين عليهم، اقتصاديه وسهله. هنا غادي ناخذ شويه ديال القرعه الخضراء، غناخذ شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطاطا قطعتهم صغيورين، زدت لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزيت، وحركتهم وغادي ندخلهم للفران باش حتى يطيبوا. ومن بعد غادي نقول لكم كيفاش فاش غادي نستعملهم. هنا في مقيله غادي ناخذها، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت. انا كنطيب غير بزيت الزيتون البنات، زيت المائده بيني وبينها غير الاحسان. تنطيب بها غير مثلا المسمن، او الا كان ضروري في شي كيك. كما كتشوفوا زدت واحد الطريف ديال الزبده وزدت البصله، وغادي نحاول نشحر هذيك البصله ديالي في الزيت والزبده حتى تدبال وتولي شفافه. غنبدا نستمر في التحريك. هانتوما البنات، هانتوما البصله ولات شفافه. هنا تنضيف الكفته. نتوما ضيفوا داكشي اللي متوفر عندكم. كان عندكم الدجاج، كان عندكم الكفته اللي بغيتو ضيفوه. هنا هاد الكفته ديالي انا مولفه في اغلب الاحيان الكفته كنتبلها من قبل. هنا هاد الكفته غتبان لكم راه اللون ديالها مختلف، راه ديجا متبله مزيان. وكنقلبها مع ديك البصله حتى كتقلب ليا مزيان. هنا ضفت شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، التحميره، نضيف الملح حتى هو غير على حساب البصله اللي ما متبلاش. وصافي كنبقى نحرك. هنا غادي نضيف واحد جوج ولا حتى 3 المعالق ديال صلصه الطماطم، او الا كانت عندكم مطيشه محكوكه تضيفوا شويه. هنا تنبقى نستمر في التحراك
حتى كيندمجوا هذوك العطريه مزيان مع البصله والكفته. كنستمر في التحراك مزيان مزيان، كنضيف شويه ديال القزبور والمعدنوس وكنكمل التحراك، كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان حتى ديك لاصوص ما كتبقاش، يعني حتى كينشف ليا من الماء. هنايا كنضيف غير شويه ديال الشعريه الصينيه. انا ضفت غير شويه حيت ما بغيتش الشعريه تجي غالبه على الكفته، بغيت نضيف فيها غير شي شويه. نتوما يعني حسب الذوق، بغيتو تكتروها كتروها، بغيتو ديروا شويه، بغيتو تحيدوها كاع، هاد الشيء تيرجع لكم. هنا ضفت شويه ديال الزيتون. كنبقى نستمر في التحراك حتى هذيك الشعريه كتبل ليا مع الكفته والبصله. هنا هذيك الخضره اللي دخلنا الفران البنات، هانتوما حتى كطيب كنخرجها وتنضيفها على الحشوه ديالي. هاد الخطوه البنات عرفتوا ملي كديروا الخضره في الفران وكطيب، سبحان الله العظيم كيكون هذا واحد المذاق مميز، ماشي بحال ملي كنحكوها وتنطيبوها في المقله، يعني كيكون واحد التغيير في المذاق. هنا ضفتها وغادي نحرك مزيان ونخليهم شويه فوق النار حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وهانتوما هي الحشوه ديالنا وجدات، كنخليها حتى كتبرد. من بعد كنضيف عليها الفرماج. هنا ضفت انا الفرماج ديال موتزاريلا، نتوما كتضيفوا الفرماج اللي متوفر عندكم، فرماج حمار، اي فرماج كتحبوا. صافي كندير غير تحريكه خفيفه غير باش يتخلط الفرماج مع الحشوه وصافي. وهي الحشوه ديالنا واجده اقتصاديه وسهله وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. هنا غناخد الورقه ديال البسطيله او اي ورقه متوفره عندكم. هذه ورقه ديال كتباع عند الشناوه، راه معروفه في الدول ديال الاوروبيه او الامريكيه. انا غادي نوريكم الصوره ديالها. مهم كناخد كل مربع، ولكن ضروري خصكم تغطيوها البنات لانها دغيا كتنشف. هانتوما انا كنجيب الحشوه تنعمرها، نتوما ديروا الشكل اللي بغيتو، داكشي تيرجع لكم. بغيتو ديروا مثلث، بغيتو ديروا مستطيل، بغيتو ديروا اللي حبات خاطركم. صافي هنا تنلوي الحشوه ديالي غادي تبان لكم شويه ناشفه، ولكن راه ما ناشفاش. انا مبغيتش نخلي فيها حتى شي ماء باش ما يطلقش ليا في البريوات ومني طيب تبدا تقطع ليا وتجيني ميدمه. هنا غادي نكمل معكم الطي ديال لي سيجار ديالي حتى نسالي كاع الحشوه اللي كاينه عندي. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم والوصفه تعجبكم. ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم وباقتراحات ديالكم لي لايك ديالكم. وشكرا بزاف بزاف على المتابعه الى وصلتوا معايا حتى لهاد البلاصه. فهنا تنقول لكم تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.